اي كلمه منتهيه بصوت التي زي meet لو جه بعدها يو او your بتربط ما بينهم بطريقتين، يا اما بتحول التي لهمزه وتقول meet you، واخد بالك من الهمزه meet you meet you، يا اما بتاخد التي والواي وتدمجهم مع بعض وتحولهم لصوت تش فتبقى meet you. يعني يا اما بتقول nice to meet you يا اما nice to meet you. وكذلك hate you تبقى hate you او hate you. got you تبقى got you او got you. وفي المثال ده بيحولوا الصوت المتحرك اللي جاء في الاخر اللي اسمه long double o، ده عامل زي مد الواو عندنا في اللغه العربيه، يعني بتقول اوه، يعني المفروض تنطق got you بس هما مش بينطقوا كده، بيحولوه للشوا ويقولوا gotcha. وبكده جبنا الاختصار اللي انت بتسمعه كتير. Can meet you more than halfway. Meet you at your coming to me. Hello, I can't wait to meet you. So when women meet you, they're like, I hate you and I'm gonna... I hate you. Get you out of your comfort zone. Get you accepted or respected. What you like about them. And what you are. To let you know. to let you know. And let you know how much. And they let you into your space. خلي بالك انت لازم تتعلم كل قواعد النطق دي، مش بس عشان تتكلم باسلوب كويس، لا طبعا ده عشان لما حد يتكلم قدامك بلهجه ويستخدم القواعد دي تقدر تسمعه وتفهم هو بيقول ايه بدون ما تحس ان هو بياكل الكلام او بيتكلم باسلوب غريب. تواصل معنا على الرقم ده واحصل على محاضره مجانيه وبي دي اف بيوضحوا لك كل الخطوات اللي احنا بنتبعها عشان نخليك تتكلم انجليزي بطلاقه.